لو داخل على تغيير كاوتش لعربيتك، تعال اقول لك على الارقام والمقاسات اللي بتبقى موجوده عليه، وفي اخر الفيديو هقول لك على غلطه شائعه بيعملها اغلب بتوع الكاوتش وانت ما بتاخدش بالك منها، والشخص اللي فاهم بس هو اللي عارفها. والغلطه دي للاسف بتقلل قدره الكاوتش بتاعك على التماسك على الطريق، وبتضعف الفرامل خصوصا في الاماكن اللي فيها ميه. اي فرده كاوتش بيبقى مكتوب عليها الثلاث ارقام دول: اول رقم وده مقاس عرض الكاوتش بالملي، تاني رقم وده ارتفاع البروفايل بتاع الكاوتش، تالت رقم وده القطر بتاع الجنط اللي هيركب عليه الكاوتش. في رقم تاني بيبقى عباره عن رقمين وحرف، الرقمين دول بيرمزوا للوزن اللي الفرده تقدر تستحمله، وكل ما الرقم ده زاد كل ما الفرده بقت اغلى وتقدر تستحمل وزن اكبر. اما الحرف اللي بعدها فده يرمز لاقصى سرعه الفرده تقدر تستحملها. والرموز والارقام دي لو عملتوا عنها سيرش في جوجل هتلاقوا ليها جداول مكتوبه بكل السرعات والاوزان اللي ترمز ليها، زي الصوره اللي هتظهر قدامكم دي. نيجي بقى للغلطه اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو. فرده الكاوتش بيبقى ليها تصميم معين والنقشه بتاعتها ليها شكل معين، بحيث ان هي مع اتجاه الدوران بتاع العربيه تديلك اعلى ثبات واعلى تماسك على الطريق واحسن فرامل واقل صوت. ولو النقشه بتاعت الكاوتش دي مش منتظمه ومش سيمتريه، يعني منها غير شمالها، بتلاقيه محدد لك ده على الفرده بتاعت الكاوتش وكاتب لك عليها من بره اوتسايد ومن جوه انسايد، يعني الفرده ما ينفعش تركب مقلوبه، وان الجنب اللي مكتوب عليه اوتسايد دايما لازم يبقى ناحيه بره. فلو انت لقيت فرده الكاوتش عندك راكبه بالمقلوب وكلمه انسايد موجوده بره، فده معناه ان ده مش احسن تماسك للكاوتش، ولا هيديلك احسن اداء ولا احسن فرامل. ويفضل تروح عند اقرب حد بتاع كاوتش يعدلها لك، وما تنساش بعدها تعمل ترصيص، لان ما دام فرده الكاوتش اتفكت من الجنط لازم يتعمل لها ترصيص.